كتيره منكم بتواجه المشكله ديت وكلمتني ان انا احل لهم المشكله دي، والمشكله ديت اسمها بلاك ليست. والبلاك ليست ده عباره عن انك ما بتقدرش تخش في سكواد. لو دخلت تدريب بتلاقي فيه واحد بس، ومهما اتشقلبت في التدريب هتلاقي واحد بس اللي هو انت عزيز المشاهد. وهنا بعد ما حليت المشكله بقيت اقدر اخش سكواد عادي واقدر اخش تدريب عادي. لو بصيت فوق هتلاقي العدد فوق بيزيد، لكن لو بصيت لما كنت في الاول واقع بلاك ليست كان العدد ما بيزيدش. جبت لكم حساب فاير بس اول واخد بلاك ليست، وهنشوف مع بعض ازاي هنحل بلاك ليست. وما تنسوش اللايك يا اصدقائي، وتابعوا الفيديو للاخر عشان تستفيد. يلا بينا نشوف الشرح. حل مشكله البلاك ليست. جبت هنا اكونت فار اول واخد بلاك ليست. عايزك تتابع الفيديو خطوه خطوه عشان انت لو نسيت خطوه مش هتعرف تفك البلاك ليست. وزي ما انت شايف كده في التدريب في واحد بس يا معلم. هو انت عندك حلين، انك تقعد شهر ونص والاكونت يتفك لوحده، والحل الثاني انك تكلم خدمه العملاء. وعايزك تكون متاكد انك مش ضايف اي ملفات، فعشان كده اخدت بلاك ليست. اول اختيار بتختار فري فاير، ثاني اختيار بتختار حساب، ثالث اختيار بتدوس على كلمه تم حظر الحساب، بعد كده بتكتب الاي دي بتاع الاكونت بتاعك، بعد كده بتختار الدوله بتاعتك، بعد كده بتدوس على اختار ملف وبتختار الصور بتاعت اللي هي سكواد مشبوه وان في التدريب في شخص واحد. وهنخش على محتوى رساله وهنكتب فيها كل المشكله معانا، ان احنا ما نقدرش نخش تدريب، ما نقدرش نلعب رانكد، ما نقدرش نلعب مع اصحابنا، ما نقدرش نقف في سكواد، والدعم يرد عليك خلال 24 ساعه او 48 ساعه. والخطوه الاخيره بندوس ارسال وبيجي لك نجاح اللي هو تم ارسال الطلب بتاعك بنجاح. وهنا الدعم بيرد عليك بالقبول يا اما بالرفض، ولو انت مفعل هتتبنى. وهنا بعد ما الدعم رد عليك واخيرا بقيت اقدر اقف في سكواد وبقيت اقدر العب مع اصحابي. يا ريت تمشي لاصحابك اللي واخد بلاك ليست، ويا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك وفولو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.